السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله رب تكونوا كلكم بخير ويكون صيفكم لغاية دلوقتي سعيد ومش حر قوي. قلت أغير الباك جراوند شوية وأصور من الباك يارد. في حشيش كتير، ويدز كتيرة طالعة، بس اعذروا دوت يعني. انجوي الخضرة وصوت العصافير لأن صوتها عالي قوي actually. في الفيديو دوت حبيت إن شاء الله أبتدي سلسلة جديدة أو شوية فيديوهات سريعة إن شاء الله تكون أقصر شوية من اللي فاتوا. عايزة أشارك شوية عن الحاجات اللي أنا أعرفها في تخصصي. يا جماعة أنا مدرسة، ومدرسة early childhood specifically، من سن اللي هو البري كي اللي هم في الحضانة لحد grade 6. اشتغلت سنين كتير في الفترة السنية ديت، وعندي بعض الافكار والتبس عايزه اشاركها. وفي مدرسين او ومدرسات سالوني في الكومنتس بتتكلمي عن الابتكار في الدروس، ازاي تخرجي يعني outside the box بافكارك وتبقي مدرسه يعني creative، يعني مبتكره، يعني بتغيري في الروتين ومش بس الدرس زي ما هو في الكتاب. فعندي شويه تبس حابه اشارك فيها، وحابه اشارككم بعض الريسورسز يعني المفيده للمدرسات او المدرسين بالذات اللي في الفتره السنيه الصغيره ديت. ريسورسز ببلاش يعني فور فري اونلاين كلها، وهشاركها معاكم. وكمان بخصوص النيرسينج انا ما عملتش فيديوهات كتيره بخصوص التمريض. هو انا LPN بس licensed practical nurse، فانا مش تمريض شامل، انا ليا ديوتيز معينه بعملها وفي حاجات مش من حقي ان انا اعملها. بس عندي تيبس برضو بما ان انا في المجال شويه. عايزه برضو اعمل سلسله كام حلقه كده سريعين، تيبس برضو للناس العاديه في البيت، مش ان انتوا تبقوا ممرضين، لا، لو تيبس يعني لاي حد، الاب الام الاخت الاخ، ان هو زي اسعافات اوليه مثلا، لو حد حصل له حرق يعمل ايه، لو حد طفله سخن يعمل ايه، حاجات تيبس سريعه لاي حد، معلومه سريعه يعني تفيده يعني. فان شاء الله النهارده هبتدي بفيديو خاص بيه، ده ممكن للاهل طبعا وممكن للمدرسين اللي في الايرلي تشايلدهود في السن الصغير يعني. بس هو مبدئيا بتاع النهارده ينطبق على كل الناس انكلودنج الاهل طبعا، الاب والام للي عندهم اطفال، في الاطفال الصغيرين عموما، للخاله طبعا لان في خالات وفي خلان كتير بيقضوا وقت مع اولاد اخواتهم. لان انا كنت كده، انا كمان لما ربنا رزق اخواتي واخواتي واخواتي البنات بولاد، انا كنت انا المسؤوله يعني الايه، زي المربيه بتاعت العيال ديت بالذات هم صغيرين يعني، لحد لما ربنا رزقني ولادي بقى ما بقتش قادره على كل الناس يعني. anyway معايا ورقه طبعا عشان اقدر اركز وابقى بتكلم في البوينتس يعني. فندخل في الموضوع على طول. النهارده عايزه اتكلم بالتحديد عن القراءه واهميه القراءه، وازاي تحبب الطفل في القراءه من وهو صغير جدا جدا في السن. مش هقول لكم والبيبي عنده شهرين اقعدوا اقروا له الكتب بقى والحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون دي. الام وهي والده في بدايه الولاده، وبالذات لو ما معهاش حد بيساعدها، مفيش حد بيمسك كتاب يقعد يقرا للطفل ويفرجوا بقى البلاك اند وايت والكونتراست والكلام ده. انا ما عملتش الكلام ده، والكلام ده خيالي بالنسبه لي. انا كنت في سرفايفل مود، وبعد ما مامتي ساعدتني ربنا يخليها يا رب ويكرمها، في لما ولدت بعد 6 أسابيع you're on your own. اول كام شهر دول سرفايفل، بتقدري تعمليه. فيما بعد انا عايزه اتكلم مثلا من سن صغير، زي مثلا من اول سنه، من اول ما الطفل يبتدي يقعد ويقدر يعني يقلب صفحات الكتاب بايده او بايدها، من اول السن دوت تحديدا يعني، من سن صغير جدا جدا. مهم ان الواحد يبتدي مع الاطفال يقرا لهم. تمسكوا الكتاب، هاتوا كتب حواليهم اللي هي الكاردبورد او البلاستيك ديت، بحيث انهم ما يقطعوهاش طبعا، تبقى سيف بالنسبه لهم، ويقلبوا هم فيها وتقراها لهم، وتشاوروا على الصور وتقولوا لهم دي كذا ودي كذا. عن طريق دوت هيتعلموا الكلام، هيتعلموا اسم الحاجه، وهيحبوا الكتب، بالذات لما انتوا تقضوا وقت معاهم بالكتب ديت ويحبوا الكتب. لما يكبروا شويه، زي مثلا سن 3 سنين 4 سنين، خدوهم معاكم للمحل بتاع الكتب، للمكتبه اللي بيبيعوا فيها الكتب، خليهم هم يقعدوا يتفرجوا على الكتب ويقضوا وقت في المكتبه ديت. ولو انتوا مثلا عندكم بابليك لايبرري زي عندنا مثلا، ممكن تستلفوا الكتب ديت وتبقوا ترجعوها تاني، عشان الكتب طبعا مكلفه، الكتب مش رخيصه. ولو حد عنده مثلا اصدقاء او مدرسه عندها مدرسات اصدقاء، اللي عنده عيال صغيرين تقدروا تتبادلوا مع بعض، واللي ولاده صغيرين وكبروا يقدر يا جماعه يتبرع بالكتب ديت. انا معظم الحاجه اللي عندي اتبرعت بيها. عايزه اشوف لكم شويه اكزامبلز وافرجها باذن الله، بس انا هشارك معاكم اسامي بعض الاوثرز بالذات للاطفال الصغيرين يعني، بعض الاوثرز اللي انا كنت بحبهم جدا وكان عندي كتب كتيره منهم لاولادي. ولو كان عندي فصل خاص بيا في المدرسه كنت احتفظت بدوت وعملت لنفسي my own library في الفصل يعني. بس انا
يعني في ناس استفادوا بالكتب ديت والحمد لله، فهشارك معاكم بعض اسامي الاوثرز. دايما بصوا في الديسكربشن بوكس هتلاقوني كتبت لكم شويه ريسورسز. انا عايزه الفيديو يطلع حد يعني تقدروا تخرجوا بيه باذن الله من معلومه او بحاجه مفيده. أم أم طبعا بما ان انتوا بتخلي الولد او البنت يختار الطفل وانت يختار الكتاب وانت تختار الكتاب، اقروا الريفيوز بتاعتهم طبعا، مش بس اي كتاب ياخده، خصوصا بالحاجات اللي بنسمعها دلوقتي وبالحاجات اللي مسموحه في المدارس. انت تطلع على الكتاب طبعا قبل ما تسمح لطفلك ان هو ياخده او يقراه او تقراه معاه. يعني انتوا تطلعوا عليه طبعا، بالذات في السن اللي الولاد لسه مش بيقروا فيه، وخصوصا في السن اللي الولاد بيعرفوا يقراوا، انت لازم تطلع على اللي هم بيقروه قبل ما هم يقروا طبعا. اخر لما تتكلموا في الكتاب، لما مثلا سي الاب او الام او المدرسه قعدت قرت الكتاب مع الاطفال وانتوا بتقروه، اتناقشوا في كلمه جت جديده، صوره ظهرت جديده، افتحوا حوار معاهم، ايه رايك في دي؟ والكلمه دي تفتكر معناها ايه؟ وفاكر لما قرينا الكتاب الفلاني اللي كان فيه الكلمه الفلانيه او الصوره الفلانيه؟ ساعدوهم ان هم يعني يعملوا ريليتنج ما بين اللي هم بيقولوه دلوقتي وما بين حياتهم الطبيعيه، ما بين حاجه حصلت في حياتهم. وبعد ما تقرأوا الكتاب خالص reflect on it، يعني اتناقشوا فيه، اتناقشوا ايه رأيك في كذا، طب ولو هم كانوا عملوا كذا بدل كذا يبقى انت ايه رأيك، ولو انت في مكانهم كنت عملت ايه. مهم قوي قوي الحوار اللي after the fact، اللي هو بعد ما يقرأوا الكتاب ان انتوا تتناقشوا فيه. طبعا انا بتكلم كده وهتحسوا ان انا ايه يعني عايشه في اللالا لاند، يعني انه مين عنده وقت يقعد يمسك كتاب بيتقرا في 5 دقايق يقعد يناقش قبله فيه ساعه. انا مش بقول كده، الاتنشن سبان بتاعت الاطفال قصيره جدا، يعني يبقى كتر خيرك لو قعدت مع 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي. فانا دايما واولادي انا صغيرين كنت دايما القراءه بتاعتي الوان اون وان معاهم كانت دايما قبل النوم. ابني يختار كتاب، بنتي تختار كتاب، نقرا بتاع بنتي ونقرا بتاع ابني، لو في وقت نتكلم رايهم ايه في الكتاب، لو ما فيش وقت بدخل بقى على قراءه القران والمعوذتين والحاجات الدعاء قبل ما يناموا يعني. لكن اعملوه part of your routine. مهم قوي قوي الاطفال الصغيرين ان هم ايه زي كده ايه حاجه to look forward to، يبقى عندهم الوقت السبيشال ده مع بابا او ماما. في صوت طياره، يا رب ما تكونش عامله ازعاج، ثواني سوري. فمهم ان انتوا تكونوا عاملين وقت سبيشال لدوت وتبقوا كونسيستنت، يعني دايما بتعملوا الحاجه ديت. طبعا في ظروف بتحصل، رايحين مثلا تتفسحوا، رايحين تزوروا حد، فالروتين يتكسر، لكن من ما ترجعوا للبيت عندكم ارجعوا للروتين بتاعكم. مهم قوي جزء منه يكون القراءه وتتكلموا فيها. طبعا المسلمين او اللي بيعملوا مع اولادهم قراءه قران، انا دايما كنت بعد ما نقرا ستوريز لازم نقول القران بتاعنا والمعوذتين والدعاء بتاع قبل النوم يعني. فانتوا اعملوا روتين خاص بيكم، بس انكلود القراءه فيه ل10 دقائق او ربع ساعه. طبعا الاطفال هم صغيرين بيبقى كتاب صغير وقصير بتخلصوه 5 دقائق، ممكن تقرا نفس الكتاب 3-4 مرات في ال10 دقائق اساسا. لما يبتدوا يكبروا عن كده مثلا 6 سنين هم بيعرفوا يقروا، هتلاقي الكتاب كبر. لما يكبروا بقى اكتر من كده 7 8 10 سنين كمان، الكتاب بقى بتجيبوا تشابتر بوك، اللي هو كل يوم مثلا تقروا صفحتين، كل يوم تقروا تشابتر، مثلا لو التشابتر مش طويل 3-4 صفحات هم نفس ال10 دقائق او ربع ساعه. فتبقى حاجه زي كانها فيلم، كان هم يعني اكسايتد ان هم يعرفوا ايه اللي هيحصل في القصه بعد كده يعني. ودوت طبعا كواليتي تايم انت او انت بتقضيه مع طفلك. فدي حاجة هم يعني بيبقوا مشتاقين لها وحابينها جدا، وبتبني عندهم حب القراءة وحب تقضية الوقت معاك انت نفسه وهكذا. لو انت او انت مدرس، ده ينطبق عليكم. المدرسين هنا في المدارس بيعملوا حاجه اسمها reading log. الريدنج لوج يعني كل يوم بيبقى مقرر على، بتبقى زي ورقه يعني مكتوب فيها الساعه اللي انت قرات فيها والكتاب اللي انت قراته وقرات لمده كام دقيقه، من سن صغير خالص من اول كيندرجارتن يعني يبتدوا مع الولاد. بتبقى المدرسه محدده دايما كتب. التيب اللي انا عايز اشاركها مع المدرس او المدرسه زائد الاهل، طبعا الاهل مش محتاجين يعملوا اللوج لان هم هيعملوا ده روتين مع اولادهم، لكن لو انت مدرس او مدرسه لما تعملوا ريدنج لوج حاولوا تشاركوا الطلبه بتاعتكم لما يجوا في اول البدايه المدرسه وانت بتتعرف عليهم. اسالهم قريتوا كتب ايه في الصيف دوت، حبيتوا كتب ايه اللي انتوا ترشحوا اصدقائكم يقروا، واعملي الريدنج لوج بتاعتك دي، لان المدرسه بتختار لها مثلا لسته فيها 20 كتاب مثلا في السنه او في السمستر على حسب سن الاولاد. اكتبي لسته، في الليسته من ضمن الليسته الاختيارات اللي هم اختاروها، لان غالبا الاطفال في السن المعين بيبقى بيحبوا حاجات شبه بعض. او اختاري مثلا شوفي هم بيحبوا ايه، مثلا عندك ولاد بيحبوا السوكر، عندك بنات بيحبوا الجيمناستكس، عندك اي حاجه هم بيحبوها. حاولي انت تدوري على كتب تحطيها في الريدنج لوج او المقرر اللي انت بتختاريه ليهم يكون فيه القصص ديت. ولو مش مقرر منهج ده بس للقراءه، يعني انت مش هتدرسي لهم الكتب ديت، بس مهم ان انت تفولو اب لما يعملوا الريدنج لوج اللي هم يسجلوا يعني
يوم كذا تاريخ كذا الساعه كذا قريت لمده عدد دقائق معين. الريدنج log في الاطفال الصغيرين دايما بيبقى 15 دقيقه في اليوم، ان هم لازم يقراوا 15 minutes a day. ده بينمي لغتهم يا جماعه، بينمي الورد ريكوجنيشن، ان هم يعني يتعلموا السبيلنج، وان هم يعني يتعرفوا على الكلمه لما تقع عينهم عليها. فطبعا وانتوا بتقروا هم بتقروا معاهم، فهم بيبصوا على الكلمات معاكم يعني. فهي ديت من سن صغير يتعلموا القراءه ويتعلموا الكتابه، ومن سن صغير بيتعلموا دوت بانهم يشوفوا الكتب ويعني يختلطوا بالكتب كل يوم يعني. جارتي بدأت تسقي الزرع، مش عارفة صوت المية كمان طالع ولا ايه. سوري. وطبعا حكاية الموديلنج، ان انت ابنك او بنتك او ابن اختك او بنت اختك يعني هم بيقلدوا، الاطفال بالذات بيحبوا يعملوا زي ما الكبير بيعمل. فانت كمان او انت كمان خلي القراءة جزء من حياتك. مش هقول لك كل يوم، وبالذات لما الواحد بيكبر وتدخل حياته مشاكل اكتر ومشاغل اكتر، وفي ناس بيشتغلوا من البيت كمان، فمش ناقص كمان يقعد يقرأ. بس حاول تخلي انت كمان عندك كتاب او عندك حاجة بتقرأها، فلما انت تقعد تقرأ او تعمل القراءة جزء من روتينك هم كمان هيحبوا كده. اعملوا 15 minutes quiet time مثلا في الويك اند. لو عندك يوم اجازه في الاسبوع، اوكي هناخد نص ساعه دلوقتي quiet time، كل واحد يمسك له كتاب ويقعد يقراه. حتى لو الطفل مش بيعرف يقرا، اوكي انت هتقعد دلوقتي بس تتفرج على الصور اللي في الكتاب، ولا 15 minutes يتفرج على الصور اللي في الكتاب، وبعدين تعالى نتناقش معايا، تعالى احكي لي شفت ايه في الصور، تعالى نتكلم عن الصور اللي موجوده في الكتاب، او نتناقش اللي انت قريته، او اقروا سوا لو انتوا حابين دوت. لو انت تتحمل ان انت وابنك بالذات اللي بيقروا لوحدهم independent الاطفال، ممكن تبقوا بتقروا نفس الكتاب يعني، وبعدين تتناقشوا في الكتاب مع بعض انتوا حابين ايه رايك. بالذات بقى لو دخلنا في الشابتر بوكس والسلاسل الكتب كمان، تلاقي بقى الجزء الاول الجزء الثاني وهكذا، وساعتها تقروا السيريز مع بعض يعني في نفس الوقت يعني. بس كده ده اللي حبيت ابتدي ان شاء الله النهارده خاص بالمدرسين او الابهات او امهات الاطفال الصغيرين بالذات اللي هم في سن الابتدائي او اقل. اوكي صوت الميه عالي قوي، انا هختم بقى عشان ما ازعجكمش اكتر من كده. باذن الله هكمل احاول اعمل شويه فيديوهات خاصه بالتدريس تاني، والتبس ديت للاهل او للمدرسين، وان شاء الله هعمل زيهم للتمريض، بما ان انا دوت الاكسبرتيز بتاعي ودوت اللي انا بفهم فيه، حابه اشاركه ان شاء الله ينفع حد يا رب. اكتبوا لي طبعا لو في عندكم يعني رغبات او حاجات انتوا عايزين تشوفوها مني، like requests، رغبات مش الكلمه المظبوطه دي، سوري. ما تنسوش تكتبوا لي لو عندكم اي ريكوست ليا او اقتراحات لفيديوهات، ان شاء الله هعمل اللي اقدر عليه يعني، ان انا accommodate الريكوست بتاعتكم، واحاول ارد على اسئلتكم باذن الله. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.